في يوليو من عام 1518 كانت مدينة ستراسبورغ تعاني من مجاعة وأمراض وفقر مدقع. كانت الحياة قاسية والقلق الجماعي يخيم على السكان. في يوم حر من منتصف يوليو خرجت امرأة تدعى فراون تروفيا فجأة إلى أحد الشوارع الضيقة والمطربة في المدينة. دون سابق انذار بدأت في الرقص. لم تكن رقصة عادية، بل كانت عنيفة ومستميتة بدون موسيقى، وبدت كما لو كانت قوة خارجة عن إرادتها تتحكم بها. لم تتوقف فراون تروفيا، رقصت لساعات ثم استمرت في الرقص طوال الليل. وبحلول اليوم التالي كانت قد انضم إليها حوالي 34 شخصاً آخر في رقصهم المجنون. وفي غضون أسبوع تضخم العدد إلى أكثر من 400 راقص وراقصة. امتلأت شوارع ستراسبورغ بمشهد مرعب. مئات الأشخاص يرقصون حتى الإرهاق، تتساقط أقدامهم المنهكة وتنتشر الدماء على الرصيف، بينما كانت وجوههم تعبر عن الرعب والألم. الحكام المحليون حائرين أمام هذه الظاهرة استشاروا الأطباء والقساوسة. خلصوا إلى رأي غريب، أما الضحايا يعانون من دم حار جدا في دماغتهم، وأن العلاج الوحيد هو الرقص حتى النهاية لحرق هذا الدم الفاسد. قام المسؤولون بتحويل ساحتين رئيسيتين في المدينة إلى صالات رقص مفتوحة، حتى بنوا منصة خشبية كبيرة وجلبوا عازفين محترفين وعازفي طبول ليعزفوا موسيقى سريعة الإيقاع. كان المنطق مروعاً. في ظل الحرارة الشديدة ودون طعام أو راحة كافية بدأ الراقصون يسقطون واحداً تلو الآخر. مات الكثيرون من النوبات القلبية والسكتات الدماغية أو الإرهاق الشديد. تشير السجلات إلى وفاة ما بين 5 إلى 15 شخصاً يومياً بسبب هذا العلاج. بعد حوالي شهرين بدأت الظاهرة في التلاشي. تم نقل الباقين على قيد الحياة إلى ضريح القديس فيتوس في منطقة جبلية قريبة، حيث خضعوا لطقوس علاجية. إلى اليوم لا يوجد تفسير قاطع ومتفق عليه لهذه الحادثة المرعبة، لكن المؤرخين والعلماء يقدمون عدة نظريات. التسمم بالإرغوت، فطر الإرغوت الذي ينمو على حبوب الجودر يسبب الهلوسة والتشنجات. نظرية قوية تشير إلى أن المجتمع كان تحت ضغط نفسي هائل. ربما كانت فراون تروفيا تعاني من حالة نفسية فردية، ثم انتشر العدوى نفسياً بين السكان اليائسين. الغموض الحقيقي لا يكمن فقط في السبب، بل في الاستجابة المجتمعية. كيف يمكن لسلطة منظمة أن تتبنى فكرة الرقص حتى الموت كحل؟ قصة وباء الرقص في ستراسبورغ تبقى واحدة من أكثر الأحداث غرابة وروعة في السجلات التاريخية، شاهدة على كيف يمكن للعقل البشري الجماعي تحت وطأة الخوف واليأس أن يخلق كوابيس حقيقية تتجاوز أي خيال.